حياكم الله. جاهزون لمواجهة الكونغو الديمقراطية الثلاثاء القادم في ثمن نهائي كأس إفريقيا للأمم. فلاديمير بيتكوفيتش، هل هو عبقري أم مجنون؟ أنا لا أدري. المنتخب الجزائري في خرجته الثالثة في دور المجموعات لنهائيات كأس إفريقيا 2025 ضرب بالثلاثة مثل ما فعل في خرجته الأولى بعد أن فاز في المباراة الثانية أمام بوركينا فاسو ب1-0 بتشكيلة مغايرة تماما للمباراتين السابقتين. فلاديمير بيتكوفيتش أشرك 26 لاعب من أصل 28، تقريبا كلهم صاروا معنيين الآن بكأس إفريقيا، كلهم تقريبا شاهدهم بيتكوفيتش، المدرب الوحيد في هذه البطولة الذي أشرك هذا الكم الكبير من اللاعبين في 3 مباريات. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، منظومة اللعب أو منظومات اللعب الجزائرية سواء باللاعبين الأساسيين أو باللاعبين الاحتياطيين، ولو أنه أنا لا أحبذ الحديث عن لاعبين أساسيين واحتياطيين على مستوى المنتخب، وهم لاعبين دوليين بالفريق الأول أو بالثاني، بالفريق اللي يلعب به المباراتين الأولى والثانية أو الفريق اللي يلعب به المباراة الثالثة. منظومات اللعب اللي تتغير أثناء المباراة هي وحدها، معناها أنهم عندهم قايد جوق واحد، مليح أو مش مليح، موفق أو غير موفق، هذا أمر آخر. المهم اللاعبين انخرطوا في منظومة اللعب وفي الهوية التي صارت عند المنتخب الجزائري، سواء عندما يستحوذ أو عندما يرجع للخلف ويتريث وينتظر ثم يخلق الفرص الكثيرة. 3 أهداف مقابل هدف واحد. قضينا على المباراة في الشوط الأول ب3-0. الشوط الثاني طبيعي جدا أنه يحدث فيه تراخي فردي وجماعي من قبل اللاعبين. كلفنا هدف توب ولا أروع بالنسبة للمنتخب الغيني اللي فاز علينا نتذكره، وأخرجنا ووقفنا سلسلة النتائج المباريات من دون خسارة. 35 مباراة وقفها لنا قبل سنتين من الآن في نهائيات كأس إفريقيا الأخيرة في كوت ديفوار. لا يمكن الحديث كثيرا عن هذه المباراة، فقط الحديث عن المنظومة، عن الروح، عن المجموعة، عن الخيارات الكثيرة اللي اليوم موجودة عند المدرب فلاديمير بيتكوفيتش. اليوم حاج موسى أو موسى الحاج نال جائزة أفضل لاعب في المباراة. في الشوط الأول كان متألق، في الشوط الثاني اختفى شوية لأن المنتخب الجزائري تراجع شوية في الشوط الثاني. إشراك كل اللاعبين كان هو المهم، كل اللاعبين، باقي فقط الحارس الثالث وباقي قلب هجوم الغرافة اللاعب السابق لفريق شبيبة القبائل بركان الذين لم يشارك في هذه المباراة. فكان الفوز بالثلاثة، 3 مباريات، 3 انتصارات، 7 أهداف سجلناها، تلقينا هدف واحد. تتذكروا في 90 فزنا ب3 مباريات الأولى، في 2019 فزنا ب3 مباريات الأولى، أنا لا أريد أن أقول أي شيء. في 2025 فزنا ب3 مباريات الأولى. الموعد المقبل سيكون أمام منتخب الكونغو الديمقراطية. أنا بالنسبة لي أفضل أو واحد على الأقل من أفضل المنتخبات اللي تلعب كرة جيدة وعندهم كل المقومات لكي يطيحوا بأي منتخب مهما كان. في الجهة المقابلة كان منتخب جزائري أيضا مثل ما فعل لبوركينا فاسو ممكن يفعلها لأي منتخب آخر. المهم أنه مباراة الثمن النهائي ستكون صعبة. تعرفوا بأن مباريات خروج المغلوب ما فيهاش تعويض، وبالتالي تغلط تدفع الثمن. لاعبين الجزائريين أعتقد بأنهم عارفين بهذا الأمر. عندنا 6 أيام إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل للمباراة القادمة. السؤال المطروح، هل عدم إشراك اللاعبين لمدة 10 أيام منذ المباراة الثانية أمر طويل ولا قصير، مفيد ولا لا؟ هذا رح نعرفه الثلاثاء القادم. هذا السؤال الأول الذي طرح علي بشأن خيار المدرب. يقول السؤال، هل تعتقد بأن بيتكوفيتش أخطأ بعدم إشراك اللاعبين الأساسيين في المباراة الثالثة، خاصة وأن الفترة بين الثانية وبين ثمن النهائية 10 أيام؟ صعب الإجابة على السؤال. ننتظر المباراة الجاية حتى نعرف. ممكن وممكن لا. ممكن لاعبين يصيروا جيعانين وعطشانين أكثر فرح يدخلوا المباراة بقوة ويكونوا مرتاحين بدنيا. ممكن أيضا تنقصهم المنافسة أو تنقصهم مباراة في رجليهم، قد يتأثروا. فصعب جدا أو سابق لأوانه الرد على هذا السؤال. السؤال الثاني اللي وصلني، هل بالفريق اللي شفناه اليوم مستقبل المنتخب الجزائري والكرة الجزائرية مضمون بالجيل الجديد؟
هذا أيضا سؤال سابق لأوانه. أنا أعتقد بأنه عندنا جيل وعندنا أجيال طالعة لاعبين متميزين في الجزائر وخارج الجزائر، المهم الاستفادة منهم وإقحامهم في المجموعة وانسجامهم أيضا مع المجموعة. وأعتقد بأن التحول يسير بخطى مدروسة من قبل المدرب فلاديمير بيتكوفيتش. لو تتذكروا وترجعوا معي وراء، بدأ بنفس الفريق اللي لعب في عهد جمال بالماضي، وبعدين بدأ يطعم الفريق بلاعبين اليوم صاروا نجوم في المنتخب الجزائري. أسئلة أخرى طرحت سبق لأوانه الجواب عنها، ولكن ما يمكن أن نقوله هو أنه منتخب الجزائر لم يخيبنا. بعد 3 مباريات حقق ما لم يتحقق في دورتين سابقتين، وصلنا للدور الثمن النهائي. أنا عارف بأن الجماهير تشوف بأنه عندنا منتخب ينافس على اللقب، لا أقول يفوز باللقب لأنه منتخبات 8 أو 9 مرشحة أيضا للمنافسة على اللقب. قل بأنه ينافس على اللقب. الشيء اللي متأكد منه أنه من حيث اللعب ومن حيث الروح ومن حيث الجهد الفردي والجماعي، اللاعبين كما شفناهم في 3 مباريات لن يخيبوننا، سيبذلون مجهودات كبيرة جدا من أجل إسعاد الجماهير، وهذا اللي نتمناه. ماناش ملاح.